عثرت عناصر السلطات بإقليم شفشاون مساء اليوم الخميس على جثة سيدة حامل جرفتها السيول صباح أمس الأربعاء بدوار بني زيد جماعة باب تازة بإقليم شفشاون. وبحسب مصادر محلية فإن السيدة الحامل جرفتها السيول بدوار بني زيد أثناء التساقطات المطرية الغزيرة التي يعرفها الإقليم، لتنطلق بعد ذلك عملية البحث لانتشال جثتها منذ أمس. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم العثور على جثة الراحلة تحت قنطرة بمدخل دوار بني زيد، وذلك بمحاذاة الطريق الوطنية بالقرب من مركز دردارة، ليتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي شفشاون. وأشارت المصادر المحلية إلى أن السيدة الراحلة كانت حامل في شهرها التاسع وخلفت وراءها 4 أبناء، ويأتي ذلك بعد واقعة مماثلة شهدها إقليم مدينة تطوان الأحد المنصرم، حين جرفت إحدى الوديان بجماعة جبل الحبيب أستاذة كانت في طريقها إلى منزلها بالمنطقة، فيما تمكنت شقيقتها من النجاة. ويتعلق الأمر بأستاذة في عقدها الثالث كانت تعمل قيد حياتها، أستاذة بمجموعة مدارس إكوات بطنجة، حيث تمكنت الوقاية المدنية من انتشال جثتها ونقلها لمستودع الأموات بمستشفى ثانية الرمل بتطوان. وتعيش جهة طنجة تطوان الحسيمة على وقع أمطار غزيرة خلال الأيام الجارية وسط مخاوف من حدوث سيول وفيضانات على غرار ما وقع في طنجة خلال اليومين الماضيين. واستنفرت سلطات الجهة مصالحها من أجل التدخل الاستباقي لتفادي وقوع أي مآسي مرتبطة بالتساقطات الغزيرة، فيما تقرر توقيف الدراسة جزئيا حسب المناطق. وتصدر إقليم شفشاون مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال 24 ساعة الماضية وفق المديرية العامة للأرصاد الجوية، وذلك ب 110 ملم، يليه إقليم تطوان ب 66 ملم، ثم العرائش ب 65 ملم، والدار البيضاء ب 61 ملم، وطنجة ب 56 ملم. وفي أحداث نشرة إنذارية أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب نزول أمطار قوية أحيانا رعدية بكل من شفشاون وتونات وتطوان والحسيمة ووزان وصفر وإفران وتازة وبني ملال وخنيفرة من 30 إلى 70 ملم، وكذا بالعرائش